بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. في أوقات كتير بنسمع جملة أنا جسمي تعبني جدا، جسمي مكسر، مش قادرة، أنا تعبانة، كل مفصل في جسمي وجعني، وبنام وبصحى من النوم تعبانة أكتر، رقبتي وجعاني، أو أنت تعبان أكتر وشايف إن أنت ما نمتش عشان ترتاح، لا أنت صحيت من النوم تعبان أكتر وأكتر. طيب، الأزمة دلوقتي إن مش في الوضع لوحده اللي هو الألم المستمر، وإن أنت بتكشف وبتروح وبتعملي تحاليل وأشعات وبتطلع الأمور كلها تمام ومفيش أي حاجة، لكن الأزمة كمان في نظرة اللي حواليك أو اللي حواليكي. شايفينك يا إما أنت بتتوهم، أو الموضوع نفسي، يا إما في حاجة مزعلاك، أو أنت بتدلعي فوقي كده وقومي شوفي دراستك ولا شوفي بيتك وأولادك، وهم مش مدركين إنك فعلا بتتألمي، وبتتألمي ألم شديد جدا. الحقيقة إن العلم أثبت إن الوجع ده حقيقي جدا وموجود، وله اسم علمي هو الفايبروميالجيا أو التليف العضلي، الألم المزمن في العضلات. وده بيبقى مش مجرد تعب عابر، لأ، ده بيبقى حالة كده الجسم كله والمفاصل والعضلات كلها فعلا فيها ألم كبير جدا، بيبدأ من الرقبة والأكتاف لحد الآخر. بتبقى حالة بقى بيقرر فيها المخ إنه بيرفع صوت الألم لأعلى درجة. يعني لو انت اتخبطتي خبطة صغيرة، أو لو أي حاجة نفسية مضايقاكي، فبتترجم مباشرة لألم شديد جدا جدا في مفاصلك وفي جسمك كله. ومن هنا بيجي دور وأهمية الحجامة. الحجامة ليها دور في علاج الفايبروميالجيا. طيب، دورها هيعمل ايه؟ هل هو ان احنا هنعملها مجرد مرة في الشهر وخلاص، ولا ليها تكنيك معين، ولا ليها استمرارية معينة؟ وهل فعلا احنا ممكن في بعض الاعشاب المهدئة انها ممكن تهدئ الألم الشديد ده؟ كل التفاصيل دي هنعرفها مع ضيفتنا اللي مشرفانا دكتورة سماح الحصري، المتخصصة في التغذية العلاجية والحجامة والطب النبوي. السلام عليكم واهلا مرحبا يا دكتورة سماح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بك يا أستاذة ندى، أخبارك إيه؟ الحمد لله، فضل ونعمة من رب العالمين، ربنا يبارك فيك. الحقيقة التليف العضلي، الألم المزمن اللي أصبح دلوقتي منتشر ما بين نساء ورجال كتير، ولكن دراسات كتير أكدت إنه بينتشر وسط النساء أكتر، فنسأل الله ليهم الشفاء العاجل. فخلينا نتكلم الأول عن الفايبروميالجيا، ونتكلم عن إيه هي أصلا وإيه أعراضها. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الفايبروميالجيا يعني هنقول إن هو بقى مرض العصر زي ما سمي. فهو سبحان الله أعراضه ناس كتير بتحس إن هي عندها ألم في العضلات، عندها صداع مزمن، عندها غشاوة أو ضبضبة في ضباب في التفكير، عندها تنميل في الأظافر في الأطراف، عندها صداع مزمن يشبه الشقيقة، مم. كمان عندها عسر هضم، عندها مشكلة في الإخراج، عندها ألم في المعدة، لأن بعضهم سبحان الله هو متفرق أو ليه درجات. في درجة بتوصل لجميع أجزاء أعضاء الجسم، وفي درجة لا بتبقى في الأول، بيبدأ بعدم القدرة على المهام اليومية. لو شالت زي ما احنا بنقول كتاب من مكان بتحس إن شالت جبل. مم. لو عملت أي شيء بتحس إن عملت حاجة كبيرة جدا جدا. تقوم من النوم بالظبط. أكنها ما نامتش، عايزة تنام كتير جدا جدا. مم. كمان ألم في العضلات، ألم في المفاصل، عدم القدرة على حتى النهوض أو القيام بمهام اليومية، ما فيش قدرة مم. تماما. رغم إن مم. هي كانت نشيطة، مش إنسانة كسولة، كانت إنسانة نشيطة بالظبط. جدا جدا. فجأة يحدث لها ده كل التطورات: مم. الألم مع النشر مع الصداع مع تقلصات العضلات، مع مم. عدم القدرة على الإخراج، مع عدم القدرة على الكلام، مع البكاء الشديد، مع عدم مم. النوم، زغللة العين. حاسة إن هي تغيرت اه، من شيء لشيء آخر تاني. احنا إنسانة الصور اللي حاسة إن معانا هي على الشاشة دلوقتي يا دكتورة سماح هي مبينة فعلا الأماكن اللي بيحصل فيها ألم شديد، إن كان العمود الفقري أو الرقبة أو عضلات المفاصل اليد. أو منطقة نعم. الحوض. يعني عافانا الله وإياكم، هو يعتبر كل الجسم. هو بيمسك جميع أعضاءات الجسم كمان، وكمان بيجيب صداع وضبط زي ما احنا قلنا، وزغلة في العين. يعني بتشعر إن هي بقت عندها 80 60 70 سنة وهي لسه شابة. مم. فسبحان الله بتروح تكشف عند أطباء كتير جدا جدا، وتكشف وتكشف مفيش علة. فالأهل والبيت والزوج اللي أنت بتدلعي
انت ليه ما اه. عندكيش الم؟ ما فيش مم. حاجه. مم. فللاسف ما فيش عذر او في فهم للوعي او وعي للامر ان دي مشكله تانية خالص. فتروح مم. تعمل تحاليل، التحاليل طالعه تمام، ما فيش مم. سكر، ما فيش مشكله، ما فيش اي حاجه تخليكي تتعبي كده. بعضهم بقى فيه فتق او غضروف في الرقبه بسيط جدا جدا، برضه ما يعملش بعض التعب الشديد دوت اللي هي فيه، اه. اللي هي اه. حاسه بيه. للاسف ما تمام. فيش وعي في مم. الامر ده. طيب، احنا شفنا الأعراض، خلينا نتكلم عن الأسباب. ايه الأسباب اللي بتخلي مرض زي ده يبقى ألم شديد ومزمن في كل مفاصل وكل عضلات الجسم؟ طيب انا هخص النساء، يعني هتكلم كمرأة، لان هو 90% من المرض ده بيجي النساء. دراسة علمية اه. ان 90% النساء هم المتخصصين بالمرض هم الأكثر الفيبروميالجيا. عرضة للمرض ده فعلا. هم اكثر عرضة ليه، وهم اكثر ناس اصابوا بيه في الاعوام الاخيرة يعني اللي احنا فيها. امم. امم. سبحان الله، الصدمة لو حد هتلاقي صدمة كذا مرة، مش من مرة واحدة، تراكمات موجودة من سنوات. امم. صدمة فقدت حد عايز عليها جدا جدا، جالها كذا صدمة ورا بعض، مشاكل أسرية وضغوط أسرية شديدة جدا جدا. يعني الإنسان المفروض الزوج أو الأهل ما يضغطوش لحد ما نلحق بينفجر. لا، امم. لازم يكون الأمور فيها تيسير وفيها استرخاء في الأمر عشان ما يحصلش المشكلة بتاعت الفيبروميالجيا. الإنسان الحساسة أو اللي بتضغط نفسها وبتقعد تبكي تبكي لوحدها أو تقعد تفكر كتير جدا جدا، دي اللي بيحصل لها الفيبروميالجيا. ناس كتير بيقول لك ده عامل جيني وراثي او عامل وراثي. لو في بعض من الاهل اللي جالهم الفيبروميالجيا، بعض الاطباء قالوا كده ممكن يجي. بيجي بعد الولاده، حدوث الولاده يحصل لها صدمه ان هي ما كانتش تعرف ان الولاده وتعبها والمها واللي بيحصل فيها، فبيحصل لها صدمه امم. شديده فبيعمل لها نوع من الفيبروميالجيا امم. برضه. في حاجه عدوى فيروسيه، في عدوى بعد العدوى الفيروسيه بتسبب امم. الفيبروميالجيا. امم. مهم جدا ان احنا نفهم ان الامر فعلا فعلا شديد، ولازم يبقى عندنا وعي ونشوف الدكتور اللي يشخص. يعني بعض الحالات يا استاذ ندى اتشخصوا ان هم فيبروميالجيا بعد 5 سنوات، اه. بعضهم بعد 4 سنوات عذاب وتعب وكشف واشاعات وتحاليل وي وي ومفيش نتيجه. سبحان الله، بعد كده بتروح للدكتور الصح اللي شخصها صح. امم. تشخيص الفيبروميالجيا تشخيص استبعادي. يعني ايه؟ يعني اروح عند الدكتور يستبعد، انا ما عنديش كذا، عملت تحليل ما عندكيش سكر، ما عندكيش ضغط، ما فيش، لا يوجد لا يوجد لا يوجد، على طول يشخص الفيبروميالجيا. اللي بيشخص الفيبروميالجيا هو دكتور الروماتيد والمناعه، هو اكتر واحد بيعرف يشخصها، ودكتور المخ امم. والاعصاب، هم اكتر امم. ناس بيفهموا في الامر. بيعمل فحص سريري امم. وبيستبعد الامراض الموجوده قدامه للتحليل والاشعات اللي عملها، بعد كده بيشخص ان كان في فيبروميالجيا او لا. تمام. طيب، خلينا نتكلم بقى عن علاقة الحجامة ومرضى الفايبروميالجيا. طيب، الحجامة ممكن تساعدنا في ايه؟ هم في آلام مستمرة على طول، هم تعبانين وفي ألم شديد جدا، إن كان في الرقبة، إن كان في مفاصل الإيد أو الرجل أو العمود الفقري، ففي تعب مستمر ومزمن يا أستاذة دكتورة سماح. خلينا نشوف بقى الحجامة ممكن تساعدهم في ايه، او على الاقل تخفف الالم اللي هم فيه. بالنسبه لعلاج الفيبروميالجيا، هو بروتوكول او نمط حياه كامل. اول حاجه نبدا بيها ان هي تنظيف المعده والقولون من التراكمات الموجوده فيها بصوره طبيعيه زي ما ذكرنا في بعض الفيديوهات من قبل. تاني حاجه شرب الميه الكافيه، مهم جدا جدا. والنوم الساعات من اول الليل اللي هو من الساعه 10 لمده 8 ساعات مهم جدا جدا. تشرب المشروبات الطبيعيه اللي هي بتساعدها على الاسترخاء والنوم، منهم التلبينه، منهم اليانسون، منهم الكراس، من الحاجات اللي بتهدي البابوني، حاجات بتهدي جدا انه الانسان ينام. تبطل عدم التفكير، ومهم جدا ان يحصل لها تامل، يعني تطلع في الهواء النقي، تستنشق استنشاق الهواء بقوه وتخرجه بقوه، اللي هو الاستنشاق بطريقه سليمه مع مم. التامل في خلق الله سبحانه وتعالى. ده بيخلي المخ بيديله استرخاء وبيديله هدوء وبيمنع نوبات الفيبروميالجيا. لان مم. سبحان الله بتيجي عباره عن نوبات. في بعض الناس بيجي لهم نوبات طول النهار، في ناس مم. بيجي لهم مره، في ناس بيجي لها كل يوم كام يوم مره، حسب كميه او حجم التعب اللي عندها. مم. بالنسبه تمام. وتمنع المواد الاكل، المواد، اي طعام مضر او اي طعام خارجي زي مم. السكر الابيض، المواد اللحوم المصنعه، الاكل الجاهز، المشروبات الغازيه، الحاجات الملونه، اي حاجه معلبه فيها مواد حافظه منع تماما. تمام. بالنسبه للحجامه، مم. فالحجامه بقى ده من اللي هي من العلاج الامن الناجح جدا جدا، لان حصل ابحاث موجوده في شركه في جامعه الملك سعود وفي المانيا والصين والهند عن
موضوع الفيبروميالجيا او المرض الاكتئابي، او الاكتئاب يعني، مع الحجامه. فسبحان الله جاب مجموعه مرضى عندهم نفس المرض، وعملوا ناس عملوا حجامه بصفه دوريه، وناس اخذوا الادويه الكيميائيه بصفه دوريه، مم. وجدوا ان اللي عملوا الحجامه تحسنوا تحسن ملحوظ جدا جدا عن اللي هم بياخدوا ادويه. مم. فالحجامه من فوائدها سبحان الله يكفي، حيث النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليه شفاء الصلاة امتي في والسلام. 3: شربة مم. عسل، شرطة محجم، وكية نار، وان انهى امتي عن الكي. مم. وقال: امثل ما دعوتم به الحجامه. وحديث اخر: خير دوائكم الحجامه. ف... او كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه صلى وسلم الله لما عليه وسلم. يامرنا بالحجامه، الحجامه فيها شفاء باذن الله. مم. الحجامه هي سبحان الله العلاج الامن والناجح بالنسبه لامراض الفيبروميالجيا، امراض العصر يعني. تمام لانها تمام. بتحفز الجهاز العصبي مم. المركزي، ده مم. اول حاجه بتعملها. وكمان بتحسن ترويه الجسم بالدم النقي، بتخلص الجسم من الالتهابات، مم. بتساعد على تسكين الالم. سبحان الله. اه. يعني الحجامه بتساعد الانسان كمان استرخاء العضلات، بتبقى فيها تيبس، فيها زي تيبس كده، فسبحان الله بنعمل حجامه ببتدي ان يبقى لها زي استرخاء، بتخلي المريضه تنام كويس جدا جدا، وتحسن جوده النوم بتاعتها، يعني بتحسن مم. جوده النوم. مم. تعمل الحجامه هي طبعا ليها فوائد كتير جدا جدا، وكمان علاج الصداع، يعني بعضهم بيجي لهم صداع مزمن او صداع شقيقه او صداع من الامام، فهي بتحسن بتعالج الصداع بفضل الله، وبتحد من الامه. مم. البروتوكول بتاعها في علاج الحجامه ان احنا بنعمل مرتين في الاسبوع حجامه متزحلقه، بنحط كميه زيت كافيه، وبتعمل حجامه متزحلقه. دي مم. ما شاء الله بتنشط الدوره الدمويه وتطرد السموم مم. وتريح كبسه الحجامه نفسها، سبحان الله بتدي اشاره للمخ يقلل من القلق اللي موجود فيه. مم. تمام. كمان الحجامه الدمويه تعملها كل شهر، او التشريطيه كل شهر مره لمده 6 اشهر، وبعد كده بنشوف الحاله وتحسن بفضل الله، بنقلل مم. ال كل شهر ال مرة، كل شهر مرة اللي هي الحجامة الدموية اللي فيها تشريط. نعم، كل تمام. شهر مره، ويتعمل عند حد، لان هي سبحان الله بتوع الفايبروميالجيا بيبقى عندهم زي ما يكون في زنادق، زي ما يكون الجسم مش قادر حد يلمسه، فالشرط بيكون بالظبط. خفيف جدا في الاول، اه. والتشريط خفيف جدا جدا، واتعامل معاها كده اتعامل مع طفل، لان هي فعلا مم. بتبقى متألمة شديد جدا، لازم تتعامل معاها بهدوء في الاول. وبعد مم. كده سبحان الله اول ما بتبتدي الحاجه تشتغل، فبتستحمل بقيه الجلسه تمام، مفيش مشكله. بالظبط. تمام جدا. طيب، أخيرا وكمان دكتورة تتحرى سماح. ايام السنه، يعني تتحرى ايام السنه اللي هو 17 اه. 19 21، طبعا بتعملها كل شهر. بالظبط، بالتأكيد يعني. طيب، هل في أعشاب أو في شيء طبيعي المفروض إن مصابي الفايبروميالجيا ممكن ياخدوه يهدي شوية الأول، يهدي من أعصابهم، يهدي من الآلام اللي بتبقى موجودة في المفاصل في جسمهم؟ طبعا التلبينه من الحاجات اللي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة قال: والسلام. التلبينه مجمه لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. التلبينه امم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله فالتلبينه عليه وسلم. ممتازه جدا جدا، وتتاخد بالطريقه الصحيحه، امم. ونحاول لها الطازه مش المعلب، او نعملها بدون حليب، يعني نعملها، لا امم. احنا مش ممنوع من المواد الحافظه، فاي حليب معلب ممنوع، هتعامل مع الحليب الطبيعي الطازه، امم. ويفضل يكون حليب معز او بقري، يكون خفيف، او جمل لو أو ابل، يعني حليب النوكي لو موجود يبقى كويس جدا. اه. تمام. واليانسون عندنا كمان حاجه تانية يا استاذ ندى بندخلها في بروتوكول علاج الفيبروميالجيا: امم. الكراز، او ان شاء الله العشبه دي هنتكلم فيها فيما بعد. لو تمام. حد عنده ابتدى التليف العضلي شغال عندها، ومش قادره تحرك تمام. ايديها، وحاسه بالنوبه شديده عليها جدا، لو امم. حصل خبطه بسيطه بيه، فيبتدي سبحان الله بيكون مقام زي مقام الحجامه شويه، امم. فبيعدل عندها موضوع بيهدي الالم عندها جدا جدا، بعد في الاول بيبقى في حكه بسيطه، وبعد كده امم. بيهدي عندها الالم. ولو شربت منه كمان، لانه في فيتامينات كتير، هيساعد معاها على تهدئه بإذن الله النوبه. احنا اه هنعمل حلقة مفصلة مع حضرتك بإذن الله تعالى عن عشبة القراص، ونشوف كل الفوائد اللي فيها وتساعدنا في ايه. ولكن في النهاية بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة سماح الحصري، المتخصصة في التغذية العلاجية والحجامة والطب النبوي. شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة، وندعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.